لو حد تعرفه فجأة بقى بينام ساعتين بس وبيتكلم بسرعة وصرف فلوسه كلها ومقتنع إنه هيغير العالم، وبعد كام أسبوع مش قادر يقوم من السرير، ما تقولش ده مزاجه متقلب. ده ممكن يكون البايبولار ديسوردر أو اللي بنسميه اضطراب وجداني ثنائي القطب. البايبولار مش مجرد تقلب في المزاج، ده مرض نفسي بيخلي الشخص ينتقل ما بين نوبات هوس ونوبات اكتئاب. في نوبة الهوس هتلاقي الشخص طاقته عالية جدا ونومه قليل ومش حاسس بتعب، كلامه سريع وأفكاره بتجري، وثقته في نفسه مبالغ فيها، وبيصرف فلوس وبياخد قرارات متهورة، وساعات بيبقى عصبي وعدواني لو حد اعترض. ولو النوبة شديدة ممكن تظهر أعراض ذهنية، يعني يبقى مقتنع بحاجات مش حقيقية زي إنه شخص مهم جدا أو عنده قدرات خارقة، أو يحس إن في ناس بتراقبه أو بتتآمر عليه. أحيانا بيسمع أصوات محدش غيره بيسمعها. ولو دخل في نوبة الاكتئاب بيفقد الشغف والطاقة ويحس إن أبسط حاجة في الدنيا بقت صعبة، ممكن توصل لأفكار إنهاء لحياته. وعلشان كده البايبولر محتاج تشخيص وعلاج بدري، لأن كل ما بدأنا العلاج بدري رجعت حياة المريض مستقرة بشكل أفضل. دكتور محمود جمعة، أخصائي نفسية وعصبية وعلاج